السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا كنت وقت كلها هنزل فيديو امبارح، بس اسف لكم طبعا. حصلت شوية حاجات كده فما قدرتش اصوره. فالفيديو النهاردة هيكون عن ازاي تبعت مفتاح من نسخة لودو بكل سهولة ومن غير ما تتعب ايدك عن طريق الاوتو كليكر فقط. وطبعا هوريكم ازاي برضو بتفتح المفاتيح عن طريق الاوتو كليكر. بس الفيديو التاني هيكون بعد ده على طول، على الاقل يكون وصل لي بس مفتاح. تمام، ونبدأ الشرح بتاعنا. نخش على الاوتو كليكر. طبعا هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. وهنعمل نيو كونفيك. تمام، يعني احنا اهو اهو بندوس على تاني واحدة وبنعمل ايه؟ نيو كونفيكت. وبعد كده بنخش على اللودو الأصلية. عامة أنا عن نفسي أنا ببعت من نسختين، النسخة الطيران والنسخة الأصلية بنفس الطريقة، مفيش أي فرق. يعني هو أنا باخد في اليوم على الأقل 150 مفتاح. أنا ما عنديش فريند كتير أوي على الأكاونت ده، بس برضو باخد على الأقل 150 مفتاح. تمام، يلا بينا نبدأ. هنخش هنا وهنعمله علامة السهم اللي هو اللون الأصفر ده، هيطلع لنا بنفس الطريقة. هنجيبه النقطة دي فوق وننزل الواحد ده تحت بنفس الطريقة كده. تمام، وهنطلع 10 من علامة الزائد الخضراء. لا أنا كده طلعت كتير أوي. بس كده، أيوة أنا محتاج 10 بس. بس تمام. وهنجيبه الاتنين هنا والتلاتة هنا بنفس الشكل اللي أنا عامله ده بالظبط. تمام، عشان يبعت المفاتيح كلها بالظبط. تمام، معلش الموضوع بس متعب شوية. ده في الاول، بس بعد كده انت بتحفظ الكونفيكت ده وبعد كده بتعمله من غير ما تحتاج بقى ان انت بتعمل كل ده. هوريك ازاي بتحفظه. تمام، 8 9 10. تمام، يعني احنا كده بنعمله بنفس الشكل كده. ثانية بس اظبط الواحد ده. بس ثانية واحدة، وبتروح جاي انت يا باشا باعت اول 5 مفاتيح بنفس الطريقة كده. تمام، وتروح جاي مشغل الاوتو كليكر وبس كده يا باشا، وبتسيبه مع نفسه. انت مش بتعمل اي حاجة، وهو بيبعت لك المفاتيح بتاعتك كلها مفتاح مفتاح بالظبط. تمام، ده للناس اللي كانت قاعدة تسألني ازاي ابعت مفتاح عشان يوصل لي مفاتيح كتير كل يوم. فهي دي الطريقة. موضوع سهل وبسيط جدا، ما فيهوش اي تعب خالص. الموضوع كله معتمد على الاوتو كليكر. وفي نفس الوقت انا واحد من الناس بخلي الاوتو كليكر هو اللي يفتح لي المفاتيح بتاعتي كل يوم. تمام، يعني انا ببعت المفاتيح بوصل لي 51 مفتاح. بظبط الاوتو كليكر بحركة تانية طبعا هوريها لكم بعد الفيديو ده على طول. هحط لكم طبعا الاتنين في نفس الفيديو على اليوتيوب. تمام، وبخليه هو اللي يفتح برضو المفاتيح. يعني هو الاوتو كليكر هو اللي بيبعت المفاتيح عندي وهو اللي بيبعت المفاتيح. انا مش بتعب ولا بعمل اي حاجة نهائي. انا مجرد بس بعد ما يخلص ده هوريكم انا بعمل ايه. انا يا دوبك برجع بس اتابع عليه عشان لو في اي شخص ما اتبعتلهوش مفتاح ارجع انا ابعتله. انا بالنسبه للاكونت ده ما فيهوش غير بتاع حوالي 200 فريند بس هم اللي بيلعبوا لودو. هو كده خلص. تمام، انا هوقفه واخش على علامه الاعدادات دي او علامه السيتنج، واخش على علامه القلم دي واكتب مفاتيح. مثلا كتبت له اهو مفاتيح، واروح جاي دايس على كلمه سيف. تمام كده، ده اتسيف. انا بس هرجع اعيد كده تاني اوريكم بس عشان تعرفوا تجيبوه تاني ازاي من الاوتو كليكر. طبعا هسيب لكم لينك الاوتو كليكر تحت في الديسكريبشن. تمام، انا برجع كده بفضل اعيد وراه اشوف هل انا فعلا بعت المفاتيح كامله. انا عندي واحد ما اتبعتلهوش، ارجع اعيد تاني لحد ما اتاكد كده هو بعت كل المفاتيح ما عدا مفتاح واحد بس. تمام، وانا هستنى بقى اللي هو يبعت للناس المفاتيح. بعد كده نعمل واحد تاني
اللي هو بيبقى 1 2 3 4. تمام. ده بقى اللي بيفتح الكاشات بنفسه. تمام. الرابع بيبقى هنا تحت العلامة بتاعة المفتاح، ونعمله تشغيل كده. كده هو هيستلم الصناديق لوحده من غير ما انت تتدخل ولا تعمل اي حاجة. هو الاوتو كليكر هو اللي هيبعت المفاتيح، وهو برضو اللي هيستلم المفاتيح. تمام. هو كده خلص المفاتيح بتاعتنا، بس من غير اي مشاكل ومن غير اي حاجة، كله بالاوتو كليكر فقط. وبس كده يا عمنا، ده الشرح البسيط الصغير بس حبيت افيد بيه الناس، عشان اللي ما يعرفش طريقة ازاي تفتح تبعت المفاتيح مفتاح بمفتاح. فادينا عرفتك الطريقة. وبس كده يا سيدي، ويبقى كده الفيديو بتاعنا خلص، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.